اللي عملت كده. ما حصلش، هي اتكرت من يدي غصب عني. هدفعك تمنها غالي يا نعيم. هتقعد في بيتكم شهر ومن غير مرتب. هتكرهيني ليه؟ انا قلبي ما يعرفش الكره، بس انت جواك سواد، قلبك مش نظيف. انا ذنبي ايه؟ انا اللي عملت كده ولا ربنا؟ لا، ربك ما يعملش الا الخير. انا مالي انا؟ ولدك ضاع ولا مات؟ انا ايه صالحي؟ صالحك كبير، شغلتك في المصنع وبصرف على عيالك، عايز مني ايه تاني يا نعيم؟ لكن وشك ما يطلش في وشي. عشان ضيعت الامانه. يا بوي، بعد 20 سنة؟ ده انت قلبك قاسي قوي. انا مال انا؟ ولدك كان في يدك انت، ولما فلت من يدك انت. انا مالي؟ ابوه كان عيان وبيتعالج، وانا جاتلي كومة سكر ووقعت. ده الوحيد اللي فينا اللي كنت صاحي وشايف. ازاي تفلت يد الواد منك؟ ولا انت كنت قاصد؟ حتى صورته ما انتش طايق تشوفها. عايز اخد كده من غير نسل، عينيك عم بتطل في فلوسه ومراسه وفي كل حاجه تخصه. امشي يا نعيم، امشي عشان ما توجعنيش في الغلط. تدبيت يا جورجيت. بعد اللي حصل لولدك عقلك خاف. هتوزع اكل وكسوه وغطا على الفقراء. ولاد الرب. وانا وعيالي ولاد مين؟ احنا مش ولاد الرب برضك. هتبخل عليا وعلى عيالي ليه؟ وتقولي كلام مدبوب. عاوزه تحاسبيني على شيء انا ماليش ذنب فيه ليه؟ انا اخد بالي من اخوي ولا منك ولا من عيل صغير فلت؟ انت ليه مش عايزه تصدق انه ضاع ولا غرف في داهيه ويمكن مات؟ وان نعيم هياخد كل حاجه. انا اعمل ايه طيب؟ حكم ربك كده. ما حصلش، وربك عمره ما يحكم الا بالخير. وبكره تشوف وتسمع بودانك يا نعيم لما يرجع الواد ويقول لك اقعد يا عم اشتغل في المصنع، وانا اقول له لا لازم تمشيه. ده انا صبرت السنين دي كلها علشان انت اللي تمشيه، واللي ضيعته بايدك هو اللي هيطلعك. ربنا يديك طول العمر يا جورجيت. هخرج يعني هخرج. لو حبستوني جوه 1000 اوضه وعليها 1000 واحد برضه هخرج. سيبوني في حالي، محدش ليه دعوه بيا، مش عايزه في حالي. يا جماعه سيبوني في حالي. مساء الفل يا جولة. مساء الفل يا باشا. ايه ده؟ يا دي النور يا دي النور. منوره يا هانم. هانم ايه وزفت ايه؟ انا بقالي 3 ساعات قاعده مستنياك، وبقالك كذا يوم ولا عديت عليا ولا عبرتني، في ايه؟ انا قلت بس بعد التحقيقات نراعي الظروف شويه. يا سيدي طب راعيني انا، اتصل بيا طمن عليا، رد حتى على رسايلي. ايه البرود ده؟ انا لو سبت نفسي وعملت بجد اللي انا عاوزه مش هبعد عنك دقيقه واحده. انا ما بحسش بوجودي وليا معنى الا وانا في حضنك. انا على اخري والله العظيم، وكلامك ده بيضايقني اكتر. اوحش حاجه في الدنيا لما تقول كلام حلو من ورا قلبك. يا ساتر، حاجه بايخه قوي. انت دخلت جوه قلبي. لا بس وداني بتعرف تفرق كويس. لو عندك مشكله او زهقت قول لي، صدقني هيبقى اشك. هكرهك عادي بس على الاقل هفضل احترمك. زهقت؟
تقولي زهقت؟ تصدقي انا مش لاقي كلمه اقولها لك غير الله يسامحك. قهوتي يا جولي. وحشتيني وحشتيني. وانا نبهتك وانت حر. طب على فين؟ سلام بقى. عمر بيه، تقارير المراقبات جايه بتقول حاجات عجيبه قوي. والاعجب بقى اللي مؤمن كاتبه في الكتاب بتاع المآسي الكبرى. عامل دايره حوالين الملك، كاتب حيره كبيره، راجل طيب وخدوم بس انا مش مرتاح. ده كلام ممكن يكون كاتبه لأي سبب. جايز حاجه تانية. الحمد لله على السلامه يا ريشه. الله يسلمك يا مالك. ايه كانوا شاكين فيك؟ ما الناس دي يعني هتشك في مين غير في اللي زينا؟ عايش. طبيعي انهم يشكوا في كل الناس. دي جريمه قتل مش سهله وجوه القهوه كمان. ده كان يوم اسود يوم ما الولد ده جه عندنا القهوه. كان غريب قوي الوقت ده. مفيش حاجه كسرها. يتسرق، يسقط في التمثيل، دنيا تمرمطه وهو زي ما هو فارد دراعاته للدنيا كلها وبيضحك ومبسوط كأن مفيش حاجة. الدنيا عجلها بيدوس عليه من غير ما تسيب أي علامة. كان نفسي أعرف الواد ده كده ازاي؟ ايه اللي يعرفه في الدنيا احنا ما نعرفوش؟